السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم. اليوم وصفتنا طريقة عمل طرش العنبة العراقي بالفلفل المحشي بالخضروات. وصفة سريعة وسهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة، وتكون جاهزة مباشرة للأكل والتقديم. خلينا نشوف سوية المقادير وطريقة العمل. نبدي بالمكونات والمقادير، واللي هي نص كيلو من الفلفل الأخضر البارد، واختاريت فلفل حجم متوسط حتى أقدر أحشي بيه الخضروات بهذا الحجم اللي دا تشوفوه، وحبة واحدة من الجزر، وحبة واحدة من الخيار، وكوب من الزيتون الخالي من النواه. أما بهارات العنبة تتكون من ملعقة كوب من الفلفل الأحمر البارد البابريكا، وملعقة أكل كبيرة من الكركم، وملعقتين أكل كبيرة من الحلبة، وكوب من خل التفاح أو أي خل متوفر عندكم، وكوبين من المي، والملح حسب الرغبة. ممكن تضيفون نص ملعقة صغيرة أو ممكن أن تستغنون عنه حسب الرغبة. أخلط بهارات العنبة مع بعضها خلط جيد إلى أن يتكون عندي طوز العنبة، وممكن أن تستخدمون طوز العنبة الجاهز، وطوز العنبة الجاهز متوفر بالأسواق وبسعر مناسب، لكن نسويه بالبيت وبهذه البهارات وبهذه الطريقة صحي وأحسن من الجاهز. أفتح الفلفل وبواسطة السكين من الأعلى وأنظفه وأفرغه من البذور اللي بيه حتى يكون سهل من نحشيه بالخضروات، وبهذا الطريقة اللي دا تشوفوها. وأستمر أكمل كل كمية الفلفل بنفس الطريقة وأحضرها للسلق. وهسه راح أبرش حبة الجزر بالمبراشة، وراح تنطينا كمية كبيرة من مبروش الجزر. ومثل ما تشوفون هاي هي كمية الجزر اللي نطتنا إياها، حبة واحدة من الجزر، كمية كلش مناسبة. أما حبة الخيار وكوب الزيتون الخالي من النواه فراح أفرمهم فرم ناعم بالسكين مثل ما تشوفون. وهذه هي الخضروات اللي راح أحشي بيها الفلفل، أفرمها وأحضرها وأتركها على جنب، كمية كلش مناسبة للحشو. وهسه راح نسلق الفلفل اللي نظفناه من الداخل من البذور بكوبين من المي وكوب من الخل بجدر. نفتح الطباخ على درجة حرارة عالية إلى أن يغلي المي والخل، ومن يغلي المي والخل نبدي ننزل بالجدر الفلفل المنظف ونغطيه ونتركه إلى أن يتغير لونه ويصير لونه أصفر، وأخذ وقت تقريبا حوالي 5 دقائق. وبعد 5 دقائق نشوف الفلفل تغير لونه من الأخضر للأصفر وصار بهذا الشكل. أطلعه من الجدر وأخليه على جنب يبرد ويكون جاهز للحشو. وبنفس الجدر ونفس المي والخل اللي سلقت بيه الفلفل أقلل الحرارة إلى متوسطة، وأنزل بهارات أو طوز العنبة بالجدر
وأخلطهم بالخلاط اليدوي، وأستمر بالحرارة المتوسطة مدة دقيقتين وأطفي الحرارة. وصارت هسه العنبة جاهزة، ريحة وطعم يجنن. والعنبة وهي حارة أنزل كمية منها على الخضروات اللي فرمتها واللي راح أحشي بيها الفلفل، وأقلبهم بالعنبة بشكل جيد، وتكون الحشوة جاهزة نحشي بيها الفلفل اللي سلقناه. وهسه نجي على طريقة الحشو، طريقة سهلة وسريعة وبسيطة وما تحتاج إلى جهد ولا تعب. أخذ حبة من الفلفل المسلوق وأبدأ أحشيها بالخضروات اللي حطينا عليهم العنبة، نحشيها بكمية مناسبة من هذه الخضروات، وبهذا الطريقة اللي دا تشوفوها. أحشي كل كمية الفلفل اللي عندي وأخليها بوعاء كبير حتى نضيف عليهم بقية العنبة اللي سويناها. وهذا هو شكلها من نحشيها، شكل كلش حلو وريحة وطعم بعد أحلى. وبعد ما كملت حشو كل كمية الفلفل وزاد عندنا قليل من الحشو، نخليه أسفل طبق التقديم وننزل عليه الفلفل المحشي وننزل بقية العنبة اللي عندنا بالجدر، راح ينطي طعم ونكهة أطيب وريحة روعة. وصارت هسه عنبة الفلفل المحشي بالخضروات جاهزة مباشرة للأكل والتقديم بنفس الوقت. وأنا سويت كمية قليلة من طرش العنبة المحشي، وممكن أن تضاعفون الكمية حسب الرغبة وحسب ما تفضلون. أتمنى أن تكون وصفتي اليوم سهلة وحلوة وعجبتكم، وإذا عجبتكم اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولا تنسون من اللايك ومن ردودكم الحلوة وملاحظاتكم المفيدة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وفكرة جديدة. أترككم في حفظ الله.